النهارده هنعمل رز بالخضار بالبسلة والجزر، رز مصري عادي بالبسلة والجزر. طبق رائع رائع رائع، مفيد جدا جدا. هيعجبكم قوي. هيشرفك في اي عزومة، طعمه جميل جدا. انا عن نفسي فعلا الرز ده باكله كده لوحده، بحبه قوي يعني، وان شاء الله هتجربوه بالطريقة دي وهيعجبكم ومش هتبطلوا تعملوه. سهل وبسيط وطعمه رائع وجميل. يلا بينا نبتدي الفيديو. هنحتاج في الوصفة بتاعتنا مبدئيا هحتاج كوبايتين من الرز المصري العادي، بكون غسلاهم وشايلاهم على جنب، وبعدين باجي في حلة بحطها على النار، وبحط معلقتين سمن كبار كده حلوين. اهم حاجة بس يبقى سمن حلو كده عشان الرز يتحمر فيها تحمير حلو. وبعدين اكون في عندي بصلاية صغيرة بشرها، اهم حاجة تكون بصلاية صغيرة، مش عايزين يبقى طعم البصل واضح قوي يعني. انا مستخدمه كوبايتين رز، مستخدمه معاهم بصلايه صغيره. يا دوبك البصله بتبتدي تدبل مني على النار، اكون مجهزه كوبايه بسله وجزر. طبعا دي بسله وجزر فروزن. لو طبعا لو انتي هتستخدميها تبع يعني طازه في الموسم بتاعها، بتدي البسله والجزر سلقه بسيطه جدا، سلقه بسيطه جدا. يعني يا دوبك ينزلوا بس في ميه مغليه يتسلقوا حاجه بسيطه خالص. كمان النهارده مستخدماها فروزن مجمده لان هي اسهل بالنسبه لي. بعدين بيبتدي اسيب البسله والجزر يتحمروا بس في البصله، واسيبهم يتبلوا مع البصله بالظبط من 5 ل7 دقايق. 5 دقايق بس يا جماعه، مش اكتر من كده، عشان ما يتبلش منك البسله والجزر، وتبقى البسلايه كده والجزرايه حلوين. ودول كوبايتين الرز بتوعي انا غسلاهم ومصفياهم. ابتدي بقى ايه اضيفهم على الخضار بتاعي، وابتدي بقى كده اقلب كله مع بعضه. بس على فكره هو بس الكاميرا متسرعه شويه، لكن انا طبعا بقلب بالراحه. وابتدي اضيف معلقه ملح، ويا دوبك نص معلقه فلفل صغيره، نص معلقه فلفل صغيره. وبضيف مكعب مرقه، او معلقه صغيره من المرقه. مش عايزينها براحتكم جدا، هي كده كده الرز ده البصلايه مع الخضار عامل له طعم جميل قوي، بس انا بحب احط المرقه. وهقول لكم على تريكه في اخر الرز هتفرق خالص في طعمه. وبعدين ابتدي بقى ايه اضيف الميه المغليه بتاعتي. كوبايتين رز هياخدوا كوبايتين ميه مغليه. البسله والجزر مش بيتحط لهم ميه يعني. لو حطيتي بسله وجزر مثلا كوبايتين مثلا، لا هم مالهمش ميه، الميه للرز بس. فانا حاطه كوبايتين رز، فهحط لهم كوبايتين ميه مغليه. وبالمناسبة يا جماعة بيبقى غالبا كده طبعا، ده يعني كده بالويم كده، يعني ان بيبقى البسلة والجزر تلت الرز. يعني انا مستخدمة كوباية بسلة وجزر قدامهم كوبايتين رز، يعني بتبقى كده يعني معايرة كده. ابتدي بقى اقلبهم كده لحد ما يبتدوا يتشربوا، واحط معاهم معلقة قرفة. واول ما يبتدي الرز يغلي اوطي عليه. وبعد بقى ما يغلي ابتدي اوطي عليه، وابتدي افتح عليه. انا بقى هي دي التركه اللي انا هقول لكم عليها اللي هتغير طعم الرز خالص. قبل ما يدخل في مرحله السوى، بجيب مكعب زبده في اخر مراحل السوى، واروح حطاها على الرز. هتفرق في طعم الرز جدا. على فكره انا بعمل كده في انواع كتير قوي من الرز، مش الرز ده بس، لان مكعب الزبده ده الاخير هيدي طعم يا جماعه للرز لا تتخيلوا، منتهى الجمال. طبعا انا بقلب بس كده كتير قدامكم، لكن انا في العادي ان الرز مش بيتقلب كتير قوي كده، ممكن يتكسر منكم، فخلي بالكم. فاهو بصوا بقى مكعب الزبده جميل ازاي. اروح يا دوبك مغطيه عليه، يا دوبك بس يتكمر بس مكعب الزبده ويسيح وسط الرز. يعني اوعدكم هتاكلوا احلى رز في الحياه. بس كده هو خلاص الرز معايا استوى. ابتدي بقى اقدمه في الطبق بتاعي. يتقدم طبعا ده جنب اي خضار مصري، جنب مشويات، جنب اي حاجة هيعجبكم جدا. وجبة متكاملة للاطفال. وجبة طبق شكله شيك كده قدام الضيوف، بيبقى شكله شيك قوي في السفرة. طبعا ممكن تحطي فوقيه لحمة مفرومة، بيبقى شكله جميل جدا. بس انا هنا لما صورته لكم بدون اي حاجة، لان انا بحس ان هو شكله بصراحة كفاية وطعمه كفاية. كده وصفتنا النهارده خلصت، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. مستنيه اسئلتكم وتعليقاتكم. ولو في اي مشكله واجهتكم او حاجه ابعتولي. وما تنسوش تشتركوا في القناه عشان توصل لكم كل وصفاتنا الجديده. اشوفكم في فيديو جديد، في وصفه جديده ان شاء الله.